ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الساعة 5:15، لسه ساعة الا ربع والنور يطلع، وانا اصلا لسه ما لفتش المحشي. انا كنت بره ولسه جايه يا دوبك ما بقاليش 10 دقايق. وطبعا لو غيرت هدومي انا واثقه ان انا هكسل ومش مش يعني مش هلبس النقاب تاني. الجو حر قوي بجد، الجو حر جدا فوق ما تتخيلوا. عندي هنا في حد طالب مني الفراخ بيقول لي اشويها على الفحم. اشويها على الفحم ايه؟ انا لو حطيتها على اي رخامه من دي هتتشوى لوحدها، وهتبقى دي يعني ايه طريقه جديده لشوي الفراخ. زي ما قلت لكم انا لو غيرت هدومي مش هخلص اللي ورايا، فانا بسرعه بسرعه كده قبل ما النور يقطع. بس هخليه بسرعه كده من هنا. بصوا انا ايه، خليكم هنا دلوقتي. يلا مش هنعمل بتاعني دلوقتي. بصوا انا غسلت الرز تمام. عايزه اقول لكم ان انا هعمل النهارده يعني هعمل حاله محشي، وبعدين ممكن بكره ان شاء الله في عندي بتنجان المفروض ان انا لسه هقوره بقى واعمله نص مقلي كده، وهنعمل معاه ورق عنب بس يوم تاني. بس انا يوم اللي بعمل فيه التسبيكه او خلطه المحشي بعملها بزياده، علشان انا عارفه ان انا هعمله يعني مرتين او حاجه، يعني مره كرنب ومره ورق عنب. خلاص التسبيكه جاهزه معانا وحاطه عليها كل حاجه. بسم الله. نخلي دول كده ممكن نحتاجهم، نقلب بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الصينيه طلعت يا دوبك على قده. شايفينها كده هنحتاج تسبيكه، الرز طلع كتير. هنجرب. شكلها مش هتنفع بالمعلقه، شكلها بقى لازم اشمر لها كده واعملها بايدي. طيب بصوا هقلبها وارجع لكم تاني. بصوا هي اخدت التسبيكه كلها تمام. هدوقها بس كده، لسه ادوقها. هي عايزه شويه ملح. بس حاميه قوي، لساني حرقني. انا حطيت شطه كتير باين. كفايه. نحط كمان شويه زيت مش كتير عشان انا بحط ايه سمنه بلدي على الوش. خلاص تمام. اتفرجوا. هقلب بايدي، انا ايدي نضيفه وزي الفل يعني الحمد لله. وبعدين دي حاجه بيتي يعني احنا اللي هناكلها. اصل في ناس تقول لك ايه البسي جوانتي، انت يعني انت اللي بتتكلمي وبتقولي وانت بتشوفي شغل بيتك بتلبسي جوانتي، وانت بتعملي الاكل لبيتك ولولادك بتلبسي جوانتي. لا انا لما باجي اعمل اوردر لحد اوكي بلبس جوانتي لما تكون حاجه تستاهل، لكن انا مش من الستات اللي تعرف تلبس جوانتي وتشتغل في البيت بصراحه. انا دايما بحب اتلمس الحاجه بايدي. ما تنسوش تعملوا لايك بعد اذنكم عشان اخر فيديو بتاع الكفته يعتبر المشاهدات بتاعته قليله جدا، انا مش قادره افهم ايه السر. فبستأذنكم تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه عشان اجيب لكم محشي. شكلي كده هقعد احشي والنور مقطوع، يا رب الحق. خلاص كده قلبته كويس جدا. اوكي يا سلام، تسلم ايدي. اغسل ايدي بقى وارجع لكم. انشف ايدي وبعدين نطلع الحله اللي احنا ايه هنحشي فيها. ايوه اهي. تعالي يا ترى غطاكي فين؟ مش عارفه الغطا فين. على العموم هنتصرف في حكايه الغطا دي دلوقتي. اجيب
بس الورق احط ايه حبه هنا في الحله من تحت عشان الحله الومنيوم ما تتحرقش. خلاص تعالوا نوريكم بقى. ايه رايكم؟ شايفين لون التسبيكه يجنن ازاي؟ لونها تحفه صح ولا ايه؟ شايفين؟ بصوا الورق ده تقطيع كده، وانا بقطع الورق بيبقى صغير قوي فبسيبه واحطه في الحله من تحت. ده لو هعمل في حله ألمونيا، لكن الحله اللي هي التيفال او الجرانيت دي ما بتحتاجش. خساره الورقه دي حلوه والله. ازاي انا حطيتها كده؟ بصوا اهو حاجه صغنطوطه كده. ايه ده؟ في ايه؟ ده الورق كله حلو. حاجه صغيره كده تمام. باقي من الزمن نص ساعة. بصوا انا هقعد احشي بقى انا ايه على الارض كده مع نفسي، او هقعد جنب البلكونه لان النور هيقطع انا واثقه والحر هيبقى جامد قوي. هقعد جنب الترابيزه اللي جنب البلكونه، اقعد انا وايه واحشي. بس تعالوا بس نشوف الفراخ كده الاول، شوف هستوت ولا لا. بسم الله. تمام استوت. بصوا انا هطلع الفراخ وهكمل انا المحشي وارجع لكم تاني بعد النور ما يجي. ما تنسوش تعملوا لايك. النور جه بس انا طبعا يعني ما استنيتش عشان احط الشوربه، عايزه بس اجيب فوطه. بصوا لو كنت استنيت بقى لحد الساعه 7 ما كانوش هيتغدوا النهارده. بصي المحشي خلاص كده انا ولعت عليه اهو تمام. وهنا بقى هنجيب ايه، انا معايا هنا حبه صلصه سبتهم كده بتسبيكه. كمان هجيب معانا معلقه مرقه دجاج. النور دي حلوه قوي على فكره. خلاص هنقلبها كده. طبق برضو يعني انا مش عارفه انا مخي كان فين وانا بحط الصلصه في الطبق الصغير ده. نقلبها كده كويس تمام. شايفين ولا لا؟ فرشه وهنبدا بقى ندهن الفراخ عشان نحطها في الفراخ. طبعا مش هقدر اشويها على الفحم، اعذروني انا يا دوبك واقفه في المطبخ كده بالعافيه من سبب الحر. لا بصوا يعني كمان ايه حر وكمان النور بيقطع، يعني حاجه لا تطاق بصراحه. بامان. خلاص هنجيب بس ايه الزيت كده نرش بس على الوش كده زيت يعني عشان تبقى شكلها ايه بتلمع كده مش كتير. نشغل بقى الاير فراير. شايفين البخور ده يا جماعه؟ البخور ده تحفه، ده جاي لي هديه من الامارات حلوه قوي. هنسيب بقى الفراخ تتحمر اوكي، وانا اشوف بس الم الدنيا اللي حواليا دي كده وارجع لكم تاني. هنسخن بقى ايه معلقه السمنه البلدي المعتاده بتاعتنا اللي بنحطها على المحشي. وكده احنا ايه يعتبر خلصنا، بس انا لسه ورايا حاجات كتير بصراحه بعملها في المطبخ لسه ما خلصتش.
بس طبعا حرانه جدا وعايزه اغير هدومي بقى. كفايه كده. حرمت اجيب الملح اللي هو اللي احنا بنرشه ده، اللي في العلبه البلاستيك. اخر مره كنت بعمل فطير وبعدين طب يا ستي خلاص عرفنا انك خلصتي، ثواني. كنت بعمل فطير وبحط بقى ذره ملح على الدقيق. انا بعمل بقى كده وقامت علبه الملح كلها وقع في الدقيق. ادخل الدقيق يطلع لي الملح الباقي وكل حاجه، بس الفطير كان حادق، ما انا مش هرمي برضو الدقيق خساره يعني. فحرمت بقى. ايه رايكم؟ حلو. انا بقى اسخنها وقت الاكل. هنا بقى هنعمل ايه تاني؟ نجيب بس الفوطه. خلاص نجيبوا هوريكم اللقطه بتاعت قلبي الصغير لا يتحمل دي من قريب وانا بحط سمنه على حله المحشي. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك، انا فكرتكم اكتر من مره اهو. خلاص ما تنسوش. هنتاكد بس ان هي لا لسه شويه، لسه شويه. هخلي ميرنا تيجي تصورني وانا بحط السمنه، او تعالوا انا هقرب الكاميرا شويه. يلا مستعدين؟ يلا بسم الله. وبكده اكون خلصت الروتين بتاعي النهارده. اتمنى ان هو يعجبكم، وكنت هتلسع وانا بالفعل اتلسعت. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، انا قلت لكم اكتر من مره النهارده، صدعتكم بالجمله دي. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير على الف خير. مع السلامه.